السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهلال ضمن أفضل 10 أندية في القارة الإفريقية حسب تصنيف وكذلك الترتيب الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لشهر أبريل 2026. إذن الهلال ضمن أفضل 10 أندية في القارة السمراء. الهلال حل في المركز التاسع في القائمة، إنجاز كبير للهلال يضاف إلى سلسلة إنجازات النادي الأزرق في القارة الإفريقية بحصوله على المركز التاسع ضمن القائمة التي ضمت طبعا عدد كبير من الأندية، ولكن سوف نذكر العشر أندية الأول. طبعا القائمة يعني تصدرها أو جاء في المركز الأول نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وهذا الأمر طبيعي جدا بعد طبعا وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. صن داونز يتصدر القائمة، ثم الأهلي المصري، بالإضافة إلى نادي الترجي التونسي، وأيضا نادي الجيش الملكي المغربي، ثم نادي نهضة بركان، ثم بيراميدز المصري، واتحاد العاصمة الجزائري، وأيضا الهلال السوداني، وكذلك شباب بلوزداد وسيمبا التنزاني حلوا في المركز العاشر مشترك. بالتالي هذه هي القائمة العشر أندية التي تصدرت قائمة أفضل 10 أندية في القارة السمراء. الهلال في المركز التاسع، في المقابل طبعا كما ذكرت صن داونز جاء في المركز الأول متصدر للقائمة لأول مرة. الأهلي المصري يتزحزح أو يتراجع عن المركز الأول في تصنيفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. بالتالي إنجاز كبير للهلال الحصول على المركز التاسع ضمن القارة الإفريقية. وإذا طبعا في حال تحسن طبعا تصنيف الهلال في السنة القادمة سوف يكون ضمن خيارات الاتحاد الافريقي للاختيار للمشاركة في كأس العالم للأندية. في المقابل الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني ريجي كام عمل على معالجة أخطاء مباراة كيفو سبورت الروندي التي كسبها الأزرق بهدفين مقابل هدف في إطار مباراة الجولة السادسة والعشرين من منافسة الدوري الرواندي. طبعا الهلال حاليا يتصدر الدوري الرواندي برصيد 58 نقطة ويفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه أو منافسيه وهو الجيش الرواندي. طبعا الجيش يأتي ثاني في المركز الثاني ب 52 نقطة، ثم المريخ ثالثا ب 49 نقطة. الهلال تفوق على المريخ بفارق 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة. طبعا الجيش لعب 27 مباراة والهلال 26 مباراة، والهلال والمريخ متساويان في عدد المباريات. بالتالي فرصة أيضا لتوسيع الفارق أمام أيضا الوصيف إلى 9 نقاط في حال الفوز في المباراة المؤجلة. الإطار الفني بقيادة ريجي كام عمل على معالجة الأخطاء تأهبا للمباريات الحاسمة والجولات الأخيرة في منافسة الدوري الرواندي من أجل الظفر بلقب المنافسة، ليضاف إلى سلسلة إنجازات وانتصارات النادي في الدوريات الخارجية. طبعا الهلال في الموسم المنصرم الماضي حقق لقب الدوري الموريتاني في إنجاز كبير جدا، والآن هو يسعى لمواصلة كتابة التاريخ بأنه يفوز بدوري خارج بلادي وهو الدوري الرواندي، وهو الأقرب لذلك طبعا فارق كبير جدا بين الهلال وبقية الأندية من حيث الغزارة التهديفية وتحقيق أكبر فوز. كل هذه الأرقام تؤهل الهلال لمواصلة الانتصارات وتصدر جدول الترتيب النهائي في منافسة الدوري الرواندي. أعتقد أنه الدوري الرواندي يعني شهد منافسة شرسة، وشخصيا أعتبره أقوى من الدوري الموريتاني نظرا لوجود أندية الجيش الرواندي وكذلك نادي البوليس وأيضا نادي ريون سبورت وكييف سبورت وعدد من الأندية التي لديها يعني عناصر جيدة. وأيضا الدوري الرواندي تميز بالقوة والعنف، هذا أضاف خبرة كبيرة للهلال، وبالتالي الدوري الرواندي يعني قدم فوائد كبيرة جدا لقطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ. إذن الهلال في مساعيه للاحتفاظ بالصدارة والفوز باللقب يواصل الإعداد ويواصل تصحيح الأخطاء من أجل حسم اللقب في الجولات القادمة، الجولات الحاسمة في البريمير ليج الرواندي. أرجو الاشتراك في القناة وأن تعطونا آراءكم حول تصنيف أو ترتيب الأندية الإفريقية العشر الأوائل من قبل الاتحاد الأفريقي كاف لكرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.